تتعمل. عملت الجان الكاركتر الاتنين في بعض، اللي بيحب ويجري ويتمرد ويتجنن ودمه خفيف وظريف وحلو وبيتنطط ويحب وكل حاجه. مش دي السينما؟ مش ده الفتى الاول اللي في مصر؟ انا بعمله. لقيت الفيديو ده مع صلاح جاهين ومحي اسماعيل، والحقيقة حابب اللي احنا نتكلم عنه او نعلق عنه ونفكر مع بعض. تعالوا نسمع. انا بس ما رضيتش اتخانق معاك قدام، انما انا زعلان منك ومخاصمك. ليه؟ كده ازاي بقى سيادتك يعني يا استاذي وتعلم ان لا مخاصمك يعني ليك فضل عليا في كل فعلا حاجة. مخاصمك والله. ليه؟ هنا بقى يعني صلاح جاهين طبعا هو كان بيعمل برنامج ساعتها في التلفزيون المصري وكان بيستضيف نجوم. دوت طبعا يعني في المرحلة الأخيرة في حياة صلاح جاهين تقريبا. يعني ممكن نقول اللقاء دوت مثلا لو احنا يعني في نهاية السبعينات بداية الثمانينات بنسبة كبيرة، يعني لأن هو بيتكلم عن فيلم الأقمر، محي إسماعيل في الحوار. هنا صلاح جاهين بقى في الوقت دوت كان خلاص نفسيا تربى على عرش السينما، عمل أفلام تجارية كبيرة زي خلي بالك من زوزو، وعمل أفلام كتير لسعاد حسني. يعني ممكن نقسم حياة صلاح جاهين لمرحلتين يعني بالنسبة للفن والسينما. يعني طبعا صلاح جاهين فنان كبير جدا. يعني أنا اتضايقت جدا من التعليقات اللي هو بتقولك إن أنا بيتكلم بسطحية. لا، صلاح جاهين بيتكلم بواقعية. صلاح جاهين في حياته الفنية مراحل كتيرة جدا. هو طبعا يعني يجمع 15 موهبة. كان رسام كاريكاتير في جورنال الأهرام بشكل يومي، رئيس تحرير صباح الخير، شاعر، كاتب رباعيات، ممثل، مثل فيلم لص والكلاب، سيناريست. كل حاجة عملها بإجادة كبيرة جدا يعني. فاحنا بنقول إن صلاح جاهين في الوقت دوت هو مش يعني زي ما التعليقات بتقولك لا هو سطحي. هو مش سطحي، هو خارج من مرحلة كبيرة جدا، مر بمرض الاكتئاب، حاول يتحسن من مرض الاكتئاب. ابتدى بقى يعمل حاجات. يعني هو كان الأول هو كان بيعمل الأغاني لعبد الحليم حافظ. بعد 67 قرر إن هو يكتب أعمال ترفيهية زي خلي بالك من زوزو، وكتب مع يوسف شاهين عودة الابن الضال، كتب أميرة حبي أنا، كتب فوازير بقى مع منى قطان. يعني حب إن هو إيه يخرج من الاكتئاب ان هو بيعمل انشطه ترفيهيه. فهو هنا مش سطحي زي ما الناس متوقعه، لا هو انسان مر بمرحله صعبه جدا نفسيا، حمل لنفسه حاجات اكبر من طاقته. طبعا اللي عايز يفهم قصدي يروح يشوف فيلم عبد الحليم حافظ. ما بيقول عبد الحليم حافظ جينا نغني للناس غنينا عليهم. حمل لنفسه المسؤوليه 67 أدت إن هو يتجه لمرض الاكتئاب. من مرض الاكتئاب خرج بيبدأ يعمل أعمال ترفيهية عشان يضحك. فهو هنا مش سطحي قد ما هو دور مرسوم لك يعني رسم جميل جدا. وبعدين ترفضه علشان خاطر مش هو دور البطولة. لا، مقياس البطولة عندي مش مسألة البطولة في الإحساس، يعني في رأيي أنا يعني. وإذا كان الدور أنا رفضته فما برفضش طبعا كتابة الأستاذ صلاح جاهين بقدر ما برفض إن الدور اللي مسند لي أو اللي هيسند لي دور يعني قدمته كتير. وبعدين أنا واقعي. نشوف بقى بقية الجزء. طيب هو هنا طبعا يعني محي اسماعيل اشتغل مع صلاح جاهين في خلي بالك من زوزو، اللي هو كان عامل دور جمعاء، وكان سبب من اسباب ظهور صلاح جاهين. هو معترف طبعا محي اسماعيل في الكلام ان هو صاحب فضل. وهنا نعرف ان محي اسماعيل بيفهم وعارف انه كويس قوي قدر الفنان اللي قاعد قدامه. بس في الوقت دوت يعني محي اسماعيل ابتدى بقى ياخد جوائز الاخوه الاعداء مش عارف ايه، خد 3 4 جوائز، احسن ممثل احسن ممثل احسن ممثل. فابتدى هو نفسيا يحس ان هو لا هو من حقه ان هو يعمل دور اول. في الوقت دوت كان صلاح جاهين بيعمل الافلام اللي هي الترفيهيه ديت. فصلاح جاهين فابتدى بقى يحصل ايه مشاده، لا انا مش هشتغل اعمال ترفيهيه، انا عايز اكون في الساحه كنجم. هنا هنلاقي رايين مختلفين. ان يوسف شاهين، ان صلاح جاهين رايه ان محي اسماعيل كاركتر وان هو يقبل الادوار اللي هو بيعرضها عليه، وان هو في الاخر مش هيبقى مثلا زي حسين فهمي. هو عشان كان هم بيلمحوا على حسين فهمي بس مش بتتقال في الحوار ان هو ان البنات هتحبه وان هو يبقى فتى شاشه اول. ومحي اسماعيل شايف ان هو عنده قدره نفسيه وان هو يستحق ان هو يكون جان. نكمل بيت الحوار. فاكر ان انا قدمت خلي بالك من زوزو برضه دور سيادتك كاتبه،
والمساله مش بالطول ولا بالشبر، انا ما بقيسهاش طبعا. انما الثقل والشخصيه والموقف والحاجات دي كلها كانت جميله جدا واديت الدور وما اترفضش اطلاقا. انما اللي انا عايز اوصل اليه حاجه واحده بقى. فهنا هو زي ما قلنا ان هو قدم مع خلي بالك من زوزو ونجح. وكان في الوقت ده صلاح جاهين، يعني صلاح جاهين كان متبني مثلا احمد زكي. يعني صلاح جاهين من الناس اللي هي اتبنت احمد زكي، وهتلاقيه كان مرشحه لفيلم الكرنك. والحكايه الشهيره ان احمد زكي بعد ما الموزع رفض احمد زكي جابوا نور الشريف عشان قال لك ما ينفعش ان سعاد حسني تحب ولد اسمر. فصلاح جاهين ساعتها احمد زكي راح بطح نفسه وراح المستشفى. فصلاح جاهين قال له، وكان في مشاجره بينه وبين صلاح جاهين ان صلاح جاهين ساعتها كان في عرض الماني سنه القاهره في 1000 عام، وكانت الناس شافت احمد زكي مخرج الماني وكان عايزه يروح مع المانيا، وصلاح جاهين رفض وقال له انت ثروه قوميه ولازم تفضل. فما ساعتها بقى ما راح بقى خسر فيلم الكرنك، فراح احمد زكي بطح نفسه عليه وراح المستشفى وكده. بس راح صلاح جاهين احتواه، وبعد كده عمل له فيلم حسن ونعيمه. وبعد كده كون هو وسعاد حسني واحمد زكي ثنائي كبير جدا. وطبعا صلاح جاهين كان محتوي ناس كتير جدا، يعني شريف منير مثلا. شريف منير مثلا قد بهاء جاهين ابن صلاح جاهين. ما حصل له دروب في الثانويه العامه وكان راح صلاح جاهين خده في بيته، ولا ابوه هو كان جارهم، يعني انا هتولى تربيته ونشأ برضه نشأة فنيه. فصلاح جاهين ما كانش الصوره اللي محي اسماعيل بيحاول يصدرها. صلاح جاهين ساعد فنانين كتير جدا واداهم من طاقته واداهم من يعني محي اسماعيل على الخريطة السينمائية بالنسبة للمنتج والموزع والكاتب، هل أنا لحد النهاردة لم أحدث دوية من خلال ال5 أفلام اللي أنا عملتهم والجوائز اللي خدتهم؟ هل للدرجة دي أنا بطلع ولا برجع؟ خاصة إن أنا عايش في جو لوحدي يعني. شوف هقول لك حاجه، فأنا عايز يعني دي أنا يهمني يعني أعرف اسمه ودعمهم. نرجع نكمل. يعني محي اسماعيل بعد ما عمل 5 أفلام كان فيهم أدوار تانية أو أدوار شبه أولى، كان حابب إن هو يكون نجم. الحقيقة معاناة محي اسماعيل يعني غريبة. هو فعلا نجح في الأول. طبعا كان في حكاية شهيرة جدا، يعني إن هو قابل السادات، رئيس السادات في السويس. وصلت لإيه؟ انا هقول لك حاجه. انت طبعا عارف وسيدي العارفين وكل الممثلين بيقولوا انهم بينقسموا الى قسمين، فتى اول كويس وشخصيه، جميل. اللي بيقولوا عليه كاركتير جون بريمير وكاركتير، مش كده؟ طبعا. قال له اديني شقة، قال له انت اتعالجت ولا لا؟ قال له بتعالج. قال لهم ادوا له شقة. يعني لدرجة ان هو افتكر ان هو ان هو فعلا زي الاخوه الاعداء، ان هو بيعاني من مرض نفسي فعلا وبيعاني من الصرع، لدرجه ان رئيس السادات اقتنع ان هو بيعاني من صرع. فهو كان ممثل في الوقت دوت، بس هو اضاع عن نفسه فرص كتيره جدا جدا في حياته، يعني ما تضيعش. وفي الاخر راح عمل اعمال اقل من جودته، يعني اقل من امكانياته. يعني هو مثلا بعد الاخوه الاعداء ما استمرش مثلا مع نور الشريف مثلا يعمل اعمال. محي اسماعيل من الناس اللي هي بترفض دايما اعمال كتيره جدا في الوقت دوت، فخلت ان السهم بتاعه ينزل وان المنتجين يعزلوه زي ما هو يقول في اخر الفيديو. كاركتير بس جان بريمير بقى لا الاثنين لا بدليل. إيه؟ ممكن اتكلم؟ يعني لما نيجي نشوف مثلا ايه، هو هنا طبعا صلاح جاهين بيقول له انت مش فتى اول، انت مش البطله اللي هتحبك. على فكره موضوع البطله هتحبك ده ملوش دعوه بالشكل قوي. يعني مثلا عادل امام مش حلو قوي، يعني بالعكس محي اسماعيل ممكن يكون شكلا قريب منه يعني. احمد زكي كان ساعتها ملامحه سمراء، وطبعا احمد زكي جميل يعني، بس برضه مش هو الفتى الاول، مش هو محمود ياسين، مش هو حسين فهمي، مش هو اللي هو شكري سرحان، لا مش هو اللي على الساحه يعني. بس طبعا يعني احمد زكي في الجيل بتاعه اترزق بمخرجين جدا اللي هم عاطف الطيب محمد خان، خرجوا منه الاداء دوت والشخصيه دي. واحمد زكي كان عنده اراده وعنده احساس من جواه كبير جدا، قادر ان هو يعبر عن حالات كتيره جدا. وطبعا يعني احمد زكي، يحيى الفخراني، الناس دي قدرت تغير صوره الفتى الاول. وكان في افيه شهير، يعني كان مره احمد زكي قاعد مع علي الشريف. علي الشريف اللي هو عمل فيلم بطولة الإنسان يعيش مرة واحدة مع عادل إمام. فبيقول له لولا إن إحنا كنا جينا في الزمن ده كان زماننا بنعمل دلوقتي أدوار هامشية. فلا أحمد زكي برضه هي الظروف خدمته، وهو فعلا كان جواه موهبة وطاقة كبيرة جدا، وما كانش بيتكلم كتير زي أستاذ محي إسماعيل.
كان عنده طاقه في التمثيل مش طاقه في الكلام يعني والتنظير. كاركتر يعني. انت مش حلو. انا مش حلو. انت مش حلو كويس. هل عبد الحليم حافظ كان حلو؟ عبد الحليم حافظ صوته كان حلو الى درجه ان الناس متهيأ لها ان شكله حلو. كويس. محيي اسماعيل حلو وجذاب في احساسه لدرجه ان الناس بتنسى ان انا بطلع بزي واحد طول الفيلم ما بغيروش، وبينسوا ان انا لا في باروكه ولا في لبس اطلاقا طول الفيلم. ومع ذلك اي فيلم بعمله او بطلع فيه بيبقى فيه شغلانه ودوشه. ده دليل على ايه؟ ان في حاجه جوايا. الحاجه دي يمكن بتوصل ببطء نتيجه ان انا يمكن شويه بعيد على الوسط الفني، معزول، حاجات زي كده. وهنا عجبني محي اسماعيل اللي هو بيرميها له بقى، بيرمي لصلاح جاهين مع عبد الحليم مش حلو يعني، اللي هو يشتغل معاه يعني وصاحبه، فراح قال له بقى احساسه حلو. هو فعلا ساعات بتبقى العوامل الداخليه اقوى من العوامل الخارجيه. اللي جواك هو اللي بيظهر على الشاشه، هو اللي بيظهر على الكاميرا. عينك هي مرايه. فعبد الحليم ممكن يكون ملامحه مش حلو، بس احساسه كان مخليه يكون نجم الشاشه، او يكون فتى احلام البنات. احساسه يا جماعه، احساسه. فهنا محي اسماعيل عجبني اللي هو رماها لصلاح جاهين يعني. لو عجبك فعلا الفيديو ابتدي اعمل لايك وشير، وما تنساش ان انت تشترك في القناه. شكرا لكم.